نائب رئيس الاتحاد الإقليمي، السيد الوزير مع الوزير باسم القيادة الجهوية واللي على رأسها السيدة الموسيقى الجهوية مباركة بوعيدة والحاج مصطفى بيتاس الموسيقى الإقليمي ديال الميم، وباسم مناضلة حزب التجمع الوطني الأحرار بجهة الموجود. أولا نهنئك على الثقة المولوية التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة على رأس هذا القطاع، ونتمنى لك التوفيق في هذا المشوار. أعتقد بأنه السيد الوزير حنا واكبنا المسار ديالك منذ توليك المسؤولية واللقاءات والمجالس الإدارية، وأنا شفت ربما كنتواصل في مزيان وكنشوف بأن اللقاءات ما كاين شي زيادة شي أكاديمية مع لقاء تواصلي مع حزب التجمع الوطني الأحرار، وهذه واحد الميزان اللي نحن نفتخر بها ونتشبث بها. المسألة الثانية عن السيد الوزير، هنا مناسبة اللي كنقولوا بأنه لازم إتمام الأوراش اللي فتحها السيس شكيب بن موسى في هذا القطاع، ومجموعة من الإصلاحات اللي همت هذا القطاع واللي كانت الجرأة عند الحكومة واللي فتحتها فيها ملفات التي طولت كثيرا في هذا القطاع. هذه الفئات اللي كانت يطالها الحي واللي كانت عند هذه الحكومة وعلى رأسها السي عزيزة خنوش والسي وزير التنمية الوطنية اللي حلتها ولقات لها حلول اللي عزت عن حكومات سابقة. وحنا اليوم باش ما نطول عليك، حنا كنتمناو السيد الوزير إتمام هذه الأوراش، وحنا أكيد عندنا الثقة كاملة في سيادتكم بأن غادي تكمل هذه الأوراش وغادي تستمعوا. بالنسبة للجهات اللي يمودون كاينة، ربما كنت أنا حدثت معكم في المجلس الإداري، ربما استمعتوا تقريبا المشاكل الكبرى اللي كاينة في هذا القطاع، وبالتالي مرحبا وسهلا بك بين ظهرانينا وبين مناضلة حزب التجمع الوطني الأحرار. أنا ما غادي نطول، غنكتفي بهذا القدر وشكرا.